السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تالتة إعدادي يا تالتة إعدادي، مسألة من مسائل المتفوقين واللي بتسبب لخبطة كتير لكتير من الناس. جاي نوضحها النهاردة إن شاء الله بمنتهى السهولة. بيقولك إذا زادت كمية الكهربية، هيقول لي حاجتين: يا إما يقول لي زادت بمقدار الضعف، يا إما يقول لي زادت إلى الضعف. لو قال لي زادت بمقدار الضعف يبقى أنا هزود على كمية الكهربية اللي أنا فرضتها بكاف، ازود عليها الضعف بتاعها. الكاف المفروض ضعفه 2 كاف، فانا هزود على الكاف بتاعتي 2 كاف، يبقى انا زودتها بمقدار الضعف فبقت 3 كاف. انما لو جه قال لي ان هو زود مقدار الكهربية الى الضعف، يعني خلاها تبقى الضعف، وصلها للضعف، يبقى هي بعد ما كانت كاف بقت 2 كاف، الضعف على طول. فلازم نفرق ما بين زادت بمقدار الضعف فانا حطيت الضعف عليها، تمام. هتفرضها برقم براحتك، تفرضها برمز بكاف برضو براحتك، المهم تزود عليها ايه؟ الضعف، فتبقى 3 كاف. وهنا طبعا هنزودها الى الضعف فنخليها 2 كاف على طول. ناخد مثال معانا، بيقول لي ايه؟ بيقول لي كمية الكهربية زادت بمقدار الضعف، بعد ما كانت كاف زودنا عليها 2 كاف، ماشي. ونقص الوزن الى نقص الزمن الى النصف. الزمن بعد ما كان زين طبعا بقى نص زين. طبعا هنجمع اللي فوق ده يبقى 3 كاف، والنص زين ده في المقام، الاتنين دي مقام المقام تطلع بسط تنضرب في التلاتة، يبقى 3 في 2 ب6 كاف على زين. 6 كاف على زين، كاف على زين دي اللي هي مين؟ اللي هي شدة التيار. يبقى كأن شدة التيار الأصلية انضربت في 6، يعني زادت 6 أمثالها. طب نشوف اللي بعدها. بيقول لك كمية الكهربية زادت إلى الضعف، يعني وصلتها لاتنين كاف، بدل ما هي كاف بقت 2 كاف. ونقص الوزن برضو إلى النصف. نص إيه؟ يا رب نقص الزمن، معذرة. يبقى نص زين، مقام المقام يطلع بسط، الاتنين تنضرب فوق في الاتنين تبقى 4 كاف على زين. كاف على زين دي اللي هي مين؟ اللي هي شدة التيار، وبالتالي 4 في شدة التيار كأن شدة التيار زاد 4 أمثاله. يبقى نفرق ما بين مسألتين وموجودة في كتاب الامتحان وعاملة لخبطة لناس كتير. لما يقول لي زادت بمقدار الضعف يبقى انا زودت الضعف عليها فبقت 3. انما لما يقول لي زادت الى الضعف يبقى انا وصلتها للضعف على طول، بعد ما كانت 2 بقت 4 على طول مباشر. تمام. شكرا.